المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية واستهلها بالعناوين. المواطنون يتبرعون لدعم الجهود الجارية للوقاية من فيروس كورونا. توضيح بخصوص الدراجات الهوائية والنارية بكل أنواعها. تشييد 4 مدارس في مديرية قرورة. أكثر من 1,000,000 إصابة مؤكدة بكورونا المستجدة في العالم. حلف شمال الأطلسي يرحب رسميا بعضوية مقدونيا الشمالية. دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات بشأن تمديد إغلاق الحدود. السلام عليكم ورحمة الله. قدم المواطنون في الداخل والخارج دعما ماليا وعينيا داعما للجهود الحكومية والجماهيرية الجارية للوقاية من فيروس كورونا، وبناء على ذلك تبرع مجمع أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية ب1,000,000 نقفة، وجمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط ب500,000 نقفة. وأوضحت اللجنة التنفيذية لجمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط إن التبرع في فترة الوقاية من الوباء واجب وطني، مناشدة المواطنين لتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من الفيروس. وتشير مستندات الجمعية في الإقليم الأوسط بأنها تبرعت منذ عام 2015 ب1,080,000 نقفة لصالح أسر الشهداء، مطلقة مشروع يمتد لعامين. في غضون ذلك تبرعت جمعية فرقة 70 والسادسة عشرة تعاونية ب50,000 نقفة لصالح المكافحة والسيطرة على وباء فيروس كورونا، وقد أدخل التبرع المالي في رقم الحساب 120.101.0653 بالبنك الوطني. كما قدم المواطن السيد حسين علي حسين المقيم في مدينة مصوع صاحب دار ضيافة يتكون من 10 غرف و8 دورات مياه، قدم فندقه لغاية أن يتم السيطرة على المرض من البلاد كحجر صحي، وسلمه لوزارة الصحة. كما أفادت المعلومات الواردة من السفارة الإريترية في الكويت بأن أسرة إريترية كويتية هي أسرة السيد فؤاد سيد حميد بهبهاني وزوجه السيدة السير تسفاي براخي في الأول من إبريل لنفس الغرض ب32,000 دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 102,000 دولار أمريكي. إن الغرض الرئيسي من التوضيح الصادر في الأول من إبريل هو الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بصورة شاملة، وذلك بملازمة الناس لمنازلهم والامتناع من التنقلات غير الضرورية. ورغم تطبيق هذه التعليمات بجدية، إلا أنه يلاحظ بنسبة ضئيلة تحركات للدراجات الهوائية والنارية بمختلف أنواعها، وكذلك عربات الكارو. يجب أن تكون تحركات الدراجات النارية بتصريحات مرور خاصة بذلك فقط، وتقتصر تحركات الدراجات الهوائية وعربات الكارو على المهام المسموح لها فقط، ويسمح لعربات الكارو بنقل الحمولات فقط، وتمنع من العمل في نقل الناس، وأيضا ينبغي تطبيق التباعد في هذا الشأن. ونعلن بأن قوات الأمن ستقوم بمتابعة جادة لمن يتحرك خارج هذا الإطار وبطريقة غير قانونية. في إطار الجهود الحثيثة الجارية للحد من وباء فيروس كورونا، صدرت توجيهات وطنية شاملة، ولتطبيقها كما يجب تقوم اللجنة المقامة على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر بتحركات جادة لتأمين وتفعيل تطبيق تلك التعليمات. وأوضح رئيس اللجنة سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد هايل تولد برهان سريان العمل لتعزيز المهام الجارية للحد من الأضرار الناجمة عن مخالفة التعليمات الصادرة، وتطبيق التوجيهات بالنزول حتى أدنى مستوى الإدارات. وذكر السيد هايلي أن قوة المهام تقوم بأنشطة المتابعة والمراقبة لزيادة الأسعار غير المنطقية في المواد الاستهلاكية، إلى جانب تنفيذ التعليمات، حيث اتخذت حتى الآن قرارات بحق التجار المخالفين. وأشار إلى أن تطبيق التوجيهات تختلف من منطقة إلى أخرى، ولتطبيقها بالكامل تتخذ قوة المهام قرارات إجبارية.
في غضون ذلك وثقت كاميرات وكالة الأنباء الإريترية في 2 أبريل في مدينة فورو عدد من المخالفات كتقديم المطاعم للخدمات في الداخل مغلقة أبوابها في يوم التسوق أو السوق الأسبوعي للمدينة ومناسبة فرح بحضور عدد غفير من المدعوين. وكنيسة المدينة قدمت الشعائر الدينية مثل الأيام العادية. إن عملية المراقبة لتطبيق التوجيهات والتعليمات الصادرة حدا لارتفاع الأسعار لم تحقق الهدف المنشود. تم تغريم 340 مؤسسة تجارية في مديرية مندفرة زادت أسعار المواد الاستهلاكية مستغلة أوضاع فيروس كورونا الفتاك. أوضح مسؤول القانون والنظام في المديرية السيد محمد خيار بشير تغلغل تجار جشعين يتعاملون مع الأزمة في زيادة أسعار الحبوب والمواد الاستهلاكية لمضاعفة مصاعب الحياة المعيشية للمواطنين في ظل الوقت الذي يتطلب التعاون والتكاتف والتعاضد، حيث اتخذت القرارات بعد إجراء متابعة جادة. وذكر السيد محمد خيار بشير تقديم تعليمات وتحذيرات قبل اتخاذ القرار لأنهم واصلوا أعمالهم المشينة متجاهلين التوجيهات، لذلك تم تغريمهم ماليا كخطوة أولى بحق المخالفة. وحذر من مصادرة الرخص التجارية إن لم يتراجعوا من تلك المخالفات. وأشار مدير مديرية مندفر السيد حزقياس وهبة إلى أن كافة الأنشطة الرقابية الجارية لن تنجح إلا بتعاون ومساعدة المواطنين، مذكرا التجار للتعامل مع الأزمة المؤقتة باللطف والرحمة والضمير والقانون، مناشدا المواطنين لمتابعة التجار المستقلين للأزمة الحالية وإبلاغ الجهات المعنية. يذكر بأن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في 21 من مارس المنصرم توضيحا مفصلا حول زيادة الأسعار استغلالا لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد، مذكرة بأن تعامل بعض التجار مع الوضع بطريقة غير مسؤولة ومنطقية ومنافية للأخلاق تعرض للمساءلة القانونية، وتتخذ القرارات العقابية ضد كل من زاد الأسعار في المواد الاستهلاكية المذكورة أعلاه أكثر مما كانت عليه في 20 من فبراير 2020. كما ستتخذ قرارات صارمة ضد من أخفوا البضائع كمصادرة البضاعة وإلغاء الرخص التجارية بموجب إعلان الأعمال التجارية غير القانونية رقم 125 لعام 2002. تتواصل أعمال تشييد مدارس ابتدائية حديثة تحل محل المدارس التي كانت تقدم التعليم الأكاديمي في الخيام والعشش في مناطق الراق وحليبة ورحيب وقراد بمديرية قرورة بإقليم شمال البحر الأحمر تواصل بصورة جيدة. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ محمد إدريس محمد علي بأن المدارس المشيدة أشرفت على الاكتمال، وكجزء من البرنامج ستشيد في ضاحية حشكب مدرسة خامسة. وناشد المعلمين من جانبهم ارتقاء المدارس المشيدة في المناطق البعيدة إلى المرحلة المتوسطة، وكذلك فتح مدرسة متوسطة أخرى في تلك المناطق، لأن الطلاب يضطرون للذهاب إلى مناطق بعيدة لمواصلة التعليم، وذلك يصعب الأمور ويتسبب في مقاطعة مائدة التعليم. هذا وتتوفر في مديرية قرورة 4 رياض للأطفال و12 مدرسة ابتدائية و3 متوسطة وثانوية واحدة ومركزين لبرنامج عريوت و20 نقطة لتعليم الكبار. مع تفشي جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، ظلت الحكومة الإريترية تبذل والشعب الإريتري جهودا حثيثة للحد والسيطرة على المرض. ولمن أراد دعم تلك الجهود بالتبرع المالي، فتح البنك الوطني الإريتري أرقام الحساب التالية: لمن أراد التبرع بعملة النقفة عن طريق رمز الحساب المصرفي EPFC شرطة 19، رقم الحساب المصرفي 120.101.0653. 2 بالدولار الأمريكي عن طريق رمز الحساب المصرفي EPFC فاصل 19، رقم الحساب المصرفي 120.122.0242.
أما من أراد التبرع بالعملة الأوروبية اليورو عن طريق رمز الحساب المصرفي EPFC شرطة 19 رقم الحساب المصرفي 120 نقطة 136 نقطة 0066. أما المساعدة العينية فيمكن إرسالها إلى وزارة الصحة عن طريق البريد الفاكس 12 28 99 أو البريد الإلكتروني. كما يمكن ابتداء من 2 أبريل الساعة 2 ظهرا تقديم خدمات النصح والإرشاد للمواطنين على مدار 24 ساعة بالاتصال على الرقم 11 11 11 وزارة الصحة. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. تخطت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد المعلنة رسميا في العالم تخطت عتبة المليون، وتم تسجيل 1,036,000 إصابة، بينها 55,188 وفاة في 188 بلدا ومنطقة، غالبيتها في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد أسرع تفشي للوباء. ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ أن دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى. وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 50,000 على الأقل، نحو 75% منها في أوروبا. وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة أكثر من 55,000 حالة، بينها 37,709 في أوروبا القارة الأكثر تأثرا بالفيروس. وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع أكثر من 13,000 حالة، تليها إسبانيا، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة ب5,316 حالة. وفي أوروبا سجل العدد الأكبر من الوفيات أو سجل في إسبانيا، ويخشى هذا البلد أن يتجاوز عدد المصابين قدرات وحدات العناية المركزة التي تعمل حاليا بأقصى طاقاتها. ولوقف انتشار الوباء دعي أكثر من 3.75 مليارات شخص، أي 48% من سكان العالم، إلى البقاء في بيوتهم أو أجبروا على ذلك. رحب وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بمقدونيا الشمالية كأحدث عضو في الحلف، إيزانا بانتهاء عملية طال أمدها لضم الدولة تضمنت تغيير اسمها الرسمي. وقال وزراء خارجية دول الحلف في بيان بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي شارك فيه وزير خارجية مقدونيا الشمالية ممثلا لبلده كعضو كامل: نرحب بمقدونيا الشمالية بصفتها الحليف رقم 30. ورفعت مقدونيا الشمالية علمها في مقر الحلف في بلجيكا هذا الأسبوع. ووقع أعضاء حلف الأطلسي اتفاقا العام الماضي يسمح بأن تكون الجمهورية اليوغوسلافية السابقة العضو رقم 30 في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، بعدما أنهى اتفاق مع اليونان خلافا طويل الأمد بشأن اسمها. وغيرت مقدونيا اسمها الرسمي إلى مقدونيا الشمالية. قالت أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات بشأن ما إذا كان سيتم تمديد إغلاق الحدود إلى ما بعد عيد الفصح للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. وقالت المسؤولة لإذاعة أوروبا واحد أنهم يجرون مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن كيفية المضي قدما بعد عيد الفصح. وأكدت أن الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي يتعين أن تكون على هيئة خطة مارشال جديدة لتحقيق الانتعاش لأوروبا بعد تفشي كورونا، مضيفة أن أوروبا ستخرج من الأزمة في وضع أقوى. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد اعتذرت لإيطاليا عن عدم تضامن أوروبا معها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنها وعدت بمساعدة أكبر في التصدي للتداعيات الاقتصادية للأزمة. وانتشر الاستياء على نطاق واسع في إيطاليا إزاء رد فعل أوروبا تجاه الوباء، بدءا من عدم إرسال المساعدات الطبية وما عقب ذلك من رفض بين دول الشمال لإقرار السندات المشتركة للتخفيف من تكلفة التعافي من تبعات المرض. قال مصدر بأوبك إن مجموعة أوبك
بلاس لمصدري النفط الخام تناقش خفضا للإمدادات العالمية بواقع 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أن أي تخفيضات إضافية يجب أن تضم منتجين من خارج التحالف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه توسط في صفقة سيخفض بموجبها المنتجان الكبيران روسيا والسعودية الإنتاج، ويوقفان تراجع أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ التخفيضات غير واضحة، وبينما روسيا والسعودية ضمن أعضاء مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها، فإن الولايات المتحدة ليست كذلك. وهوت أسعار النفط في مطلع مارس آذار بعد انهيار محادثات بين السعودية وروسيا، وتأثر الطلب بشدة بعدما بفعل تضرر اقتصادات الكثير من الدول لتوقف العمل وسط جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، ابقوا سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.